لا يحملك حب الأب أو الأم أن تجر مع خصمك أبدا. هذا ليس من ديننا أبدا والله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين حتى وإن كان من أقرب الناس إليك. حين سرقت تلك المرأة المخزومية فقالوا من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ليس هناك إلا حب رسول الله أسامة بن زيد. فذهبوا إلى أسامة يستشفعون عنده أن يذهب إلى رسول الله يشفع لهذه المرأة التي سرقت ألا تقطع يدها. فذهب أسامة يشفع لهذه المرأة لا تقطع يدها. فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وشاهدنا والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الله أكبر. سيدة نساء أهل الجنة والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ما هذا الإنصاف؟ ما هذا الخلق العظيم؟ ما قال هذه ابنتي. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إنصاف إنصاف. المرأة الغامدية التي زنت رجمها صلى الله عليه وسلم فطار شيء من الدماء على خالد فكأنه سبها. فقال صلى الله عليه وسلم مغلا يا خالد مغلا يا خالد والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلها الله منه. أصحاب الضرائب لأن الضرائب ليس من ديننا، أخذ لأموال الناس بغير حق. والله لو تاب إنها تابت توبة لو تاب صاحب مكس لقبلها الله منه. ما قال هذا خالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا إذا كان مظلوم عرفنا كيف ننصره، فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. هذا هو الإنصاف. رأيت من أخيك، رأيت من أبيك، رأيت من صديقك، رأيت من ابنك خطأ لابد أن تكون منصفا. هذا ما سينفعك، ما سينفعك إذا بلغت الروح إلى الحلقوم أبدا.